هو ليه سعر الذهب في مصر أغلى من سعره عالميا؟ ويا ترى لو أنا معايا ذهب ينفع إن أنا أبيعه دلوقتي قبل ما سعره ينزل؟ ولو حابب إن أنا أشتري ذهب ينفع أشتري دلوقتي في ظل ارتفاعه ده، ولا أستنى شوية يمكن الذهب ينزل؟ كل الأسئلة دي إن شاء الله هفهمها لك في الفيديو ده. بس لو أنت بتتابعنا على أول مرة اشترك في القناة، فعل زر الجرس على الكل، ولو مهتم شير الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وكمان تابعنا على الفيسبوك. اهلا بيكم في قناة الفهيم، قناتك في عالم التكنولوجيا وكمان عالم البرامج الاندرويد والويندوز. ومش بس كده، كمان الدفع الرقمي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. خلينا متفقين كده في البداية ان أونصة الذهب عيار 24، والعيار ده بيكون خاص بالسبائك عالميا وقت تصوير هذا الفيديو سعره 2000 دولار أمريكي للواحد أونصة، والأونصة بتكون 31.1 جرام من الذهب عيار 24. لو بحسبة بسيطة حسبنا ال 31 جرام و1 ان هم سعرهم 2000 دولار امريكي، وده سعر الواحد اونصة حاليا في السوق الفوري للذهب. لو حسبنا الحسبة دي على سعر الدولار حاليا ب 31 جنيه داخل البنك، هيطلع معانا السعر 62 ألف جنيه. هناخد بقى ال 62 ألف جنيه نقسمهم على 31.1 جرام، هيطلع سعر الجرام الذهب عيار 24 في العقود الفورية حاليا بسعر 1993 جنيه. ليه بقى عندنا محليا داخل مصر سعر الجرام ال 24 السبائك عامل حوالي 2960 أو 3000 جنيه، والفرق يعتبر فرق 1000 جنيه؟ ليه بقى الفرق ده كله موجود رغم ان المفروض في الاساس يكون لو الدنيا ماشية والدولار مستقر عندنا في مصر يكون فرق مثلا في حدود 100 جنيه الى 120 جنيه؟ انا هقول لك كل الحكاية دي بتحصل عشان خاطر المستثمرين الاجانب والمتعاملين بالعقود الاجلة بيشتروا الذهب بسعر، او بمعنى صح اشتروا فعلا الذهب بسعر اعلى من سعر الدولار اللي في البنك. ليه؟ عشان خاطر يأمنوا نفسهم لقدام. على سبيل المثال لو احنا دلوقتي اي حد فينا داخل عاوز يفتح مشروع بقيمة 100,000 جنيه، بيقول لا انا هخلي معايا تأمين كمان 10,000 او 20,000 جنيه لعل يحصل مشكلة او اتزنق، فايه يكون معايا سيولة ادفعها. ده بالظبط هو اللي حصل في الذهب عندنا في مصر. اشتروا عقود آجلة بسعر ممكن يكون وصل ل 46 جنيه أو 45 جنيه لو احنا حسبناها، عشان خاطر كده وصل الدولار لسعر 3000 جنيه أو قرابة ال 3000 جنيه في مصر. عشان خاطر هم اشتروا بسعر دولاري أو حطوا سعر دولاري في حدود ال 46 جنيه، والكلام ده لمدة 12 شهر من مايو 2023. هم حسبوا على مايو 2024، وبالمناسبة دي بتكون مضاربة. مش معنى كده ان في مايو 2024 هيوصل الدولار ل 46 او 47 جنيه داخل البنوك، لا، بس هم بيحددوا او بيحطوا لنفسهم تأمين للسعر ده عشان خاطر لو حصل اي دروب او حصل اي مشاكل يكون المستثمر مأمن نفسه. وده اللي خلى فيه فرق في حدود 1000 جنيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت دلوقتي معاك فلوس ماشي وعايز تشتري ذهب، انا هنصحك نصيحة وممكن تاخد بيها وممكن ما تاخدش بيها، الامر في الاخر يرجع لك انت. لو انت معاك فلوس حاليا ما تشتريش بيها ذهب كلها، اشتري بجزء واحد وخلي باقي الفلوس موجودة معاك، لان ممكن يحصل تغييرات بعد كده لان سعر الذهب حاليا مرتفع جدا. طيب دلوقتي لو انت معاك ذهب ينفع انك انت تبيعه، هقول لك اه لو انت شاري ذهب قديم
ديت حاليا نقطة بيع ممتازة، ولكن برضو ما تبيعش كل الذهب اللي معاك. يعني ايه بقى يا عم محمد الكلام ده؟ انت كده دوختنا. مش هدوخك ولا حاجة. خلينا مثلا دلوقتي نرجع لسنة ورا ونقول انك انت اشتريت في حدود 50 جرام سبائك ذهبية عيار 24 من سنة، وحاليا زاد سعرها 1000 جنيه. يبقى انت كسبت حوالي 50,000 جنيه. لو انت مزنوق في فلوس حاليا ومعاك محتاج فلوس سيولة نقدية حاليا في ايدك، هقول لك روح بيع بالمكسب بتاعك بس. يعني هتبيع جرامات الذهب اللي هو انت اللي انت كسبتهم، اللي هو ال 50,000 جنيه. يبقى انت كده في نفس الوقت فكيت نفسك وفكيت زنقتك وبعت بما يكفيك واللي هو المكسب، وفي نفس الوقت انت معاك راس مالك اللي هو كان من سنة موجود ذهب زي ما هو عندك، ما حصلوش اي مشكلة. لو سعر الذهب نزل تاني اشتري تاني، لو سعر الذهب فضل ثابت او زاد خلي ذهبك هيكون هو راس مالك موجود. يبقى احنا كده حركنا او عملنا اعادة تدوير للمكسب بتاع راس المال بتاعك. هي ديت كل الفكرة عن موضوع الذهب. فالقرار قرارك، وخد بالك في ملحوظة مهمة جدا، الذهب سعره ممتاز جدا وبيكسب مكسب كويس جدا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد مش المدى القصير. لو عاوز مكسب من المدى القصير ما تشتغلش او ما تخزنش ذهب. الذهب مكسبه متوسط لبعيد، يعني سنة او 6 شهور، من 6 شهور لسنة، سنتين 3 وانت طالع بقى. تمام. فلو انت وصلت لحد هنا يا ريت تشترك في القناة، تفعل زر الجرس على الكل، ولو بتشوفنا من صفحتنا على الفيسبوك اعمل شير للفيديو ده، اعمل لايك للفيديو ده، وكمان تابعنا على صفحة الفيسبوك وصفحة الانستجرام. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.